أغلبية الفيديوهات اللي طالعين عندي هما اللي كيهضروا على الأثمنة ديال الصباغة، الأثمنة ديال اليد العاملة، الأثمنة ديال السلعة، الأثمنة ديال السطل ديال الخيال ديال 20 كيلو، الأثمنة ديال السطل ديال الكواتشو فينيليك ديال 30 كيلو، الأثمنة ديال اللون دوي 25 كيلو ديال أطلاس، الأثمنة ديال اللون دوي الرخيص بحال لوجي كولور. غالبا هذه هي الفيديوهات اللي كتطلع عندي في القناة. ربما حيت الأثمنة مكايناش بزاف فيديوهات نقدر نقول منعدمة، الفيديوهات اللي كتهضر على الأثمنة ديال الصباغة. وأنا كنبغي نحاول ما أمكن نقرب الكليان من الثمن الحقيقي ديال الصباغة، كنحاول ما أمكن مرة نعطيه ثمن تقريبي، حيت ملي كنعطيك ثمن تقريبي غادي تكون عندك يعني الرؤية واضحة. بحال مثلا أنا ما كنفهمش في الحديد مثلا، ومثلا بغيت كرياجات ولا بغيت البيبان، كنمشي عند هاد الحداد ونمشي عند هذا ونمشي عند هذا، كل واحد كيعطيك ثمن. كاين اللي كيعطيك ثمن طالع، كاين اللي كيعطيك ثمن متوسط، كاين اللي كيعطيك ثمن مناسب. ومن خلال هذاك يعني لونكيت اللي كدير ولا داك البحث اللي كدير كتلقى الثمن الحقيقي، كتولي عارف الثمن المناسب. ولكن إلا ما كنتيش عارف ضروري غادي يكون عندك الانزعاج، وغادي تبقى ناعس وكتفكر كيفاش غادي ندير، شحال غتقام عليا مثلا الصباغة، شحال غادي تقام عليا اليد العاملة إلى آخره، شحال ديال الوقت غادي يدوز الصباغ في الدار إلى آخره. كاين بزاف ديال الأسئلة كتبدا تجيك في الراس، وكتحاول ما أمكن تلقى ليها الأجوبة. داكشي علاش ربما الفيديوهات عندنا حنا في القناة كتهضر بزاف على الأثمنة ديال الصباغة، عطيتهم بزاف ديال الأثمنة، واخا الأغلبية ديال الصباغة مكيبغوش يعطيو الأثمنة بزاف، خصوصا اليد العاملة كيبغيو يخليو داكشي مفتوح. حيت المشكل هي إلا جا شي واحد وطلب ثمن رخيص كتوليو في المشاكل. داكشي علاش وليت كنحاول ندير غير الثمن تقريبي، أولا نجاوب في الواتساب. شي واحد مثلا إلا بغاني نعطيه الثمن يتصل بيا في الواتساب وغادي نعطيه الثمن المناسب، الثمن باش كنخدم أنا والثمن باش كيخدمو الدراري صحابي، غادي نعطيهم الثمن. ولكن في الواتساب مبقاش غادي ندير علنيا، مبقاش غادي ندير أثمنة علنيا، كلشي ولا كيتجنبها. حيت الأثمنة العلنية ولات كدير المشكل، كيقولك لا سمعت فلان قال لي الثمن قد القب، علاش نتا طلب ليا الثمن هذا؟